السلام عليكم، ونتقابل في فيديو جديد من فيديوهات اسكندرية وجولة جديدة في شارع من شوارع اسكندرية. جولتنا النهاردة مش جولة قوي، هي بس تمشية سريعة كده على الكورنيش وقعدة بسيطة على البحر، لكن كلها طاقة إيجابية روقان كده بريحة اليود وصوت البحر واستمتاع بمناظر طبيعية من روائع صنع الله. خصوصا ان احنا في فترة الصبح دي من اروق الفترات اللي هتلاقيها على الكورنيش، علشان احنا طبعا فترة المدارس حاليا دلوقتي خلاص كل الطلاب راحوا المدارس والدنيا رايقة بقى والشوارع هديت والمواصلات خلاص راقت، وشوفوا بقى الكورنيش رايق ازاي مع طبعا لسعة البرد اللي في الجو دي والغيوم اللي في السماء. فده طبعا يعني جو شتوي كده في اسكندرية بسيط، يعني مش شتوي قوي. طبعا انا نازلة وشايفة الجو كده مغيم متعشمة انها هتشتي، بس للأسف مش هتتشي، لكن الجو يعني نسبيا كده فيه من روايح الشتاء. احنا حاليا في منطقة جليم، هنتمشى شوية لحد لوران، مش علشان احنا يعني رايحين لوران، لان من جليم لحد لوران البحر مش هنعرف نشوفه على الكورنيش. البحر يعني مفيش اي رؤية للبحر في المناطق دي، نظرا لان هنا في سان ستيفانو واخد المنطقة كلها اللي قصاده دي تبع الفور سيزونز، فطبعا مش مقفولة للأسف. هنعدي من إشارة سان ستيفانو، أرقى إشارة في اسكندرية إشارة سان ستيفانو، جميلة جدا والناس ملتزمة جدا في المنطقة دي بالذات، وعشان في حواجز الناحية التانية. شوفوا طبعا المنطقة هنا رايقة نسبيا في الوقت ده، لأن احنا حاليا كانت 9 الصبح يعني. سان ستيفانو فور سيزون، والباص السياحي. جو هادي الحمد لله والدنيا رايقة، مفيش زحمة بقى حاليا في اسكندرية عموما وخصوصا في الوقت ده. نتمشى بقى لقدام، طبعا اديكوا شايفين على شمالنا كله البحر مقفول، مفيش اي رؤية للبحر، كل المنطقة دي تبع سان ستيفانو لحد ما هنوصل لوران. المنطقة اللي هنصور فيها دي شايفين القعدات دي والمقاعد دي كلها كانت قصاد البحر على طول، قبل ما ياخدوا المكان ده كمان ويعملوه باركينج لأحد الكافيهات الجديدة. يعني بجد انا بتكلم وانا متضايقه، لان انا المكان ده كان حلو جدا جدا في القعاد قدام البحر، كان بيبقى منك للبحر دايركت، مفيش بقى كل المباني دي ومفيش الرصيف الواسع ده، ما كانش ده كله. اتحط طبعا بلوكات في البحر واتردم شويه منه. شوفوا هنا كل ده كان مقاعد قصادك البحر على طول. بصوا بقى البلوكات محطوطة ازاي قصاد القعدات دي، ما عادش حد بيقعد اصلا هناك. المتنفس الوحيد في المكان ده في لوران المنطقة اللي هنقعد فيها حاليا. بصوا يا دوب تشوف البحر، ومن بعدها لو كملنا قدام كمان للمحروسة ومحمد نجيب وسيدي بشر برضو كل ده مقفول نظرا لأعمال التوسعة بقى الجديدة وكوبري محمد نجيب الجديد، والدنيا بايظة يعني مش هنعرف نشوف البحر، لكن هنستغلوا الحتة الصغيرة اللي سايبينها للبحر دي وهنقعدوا عندها.
قصاد البحر برضه. شوفوا البحر النهارده رايق خالص، مفيش موجة عالية، مفيش يعني البحر هادي، انا شايفاه هادي جدا النهارده. لو في نوة ولا حاجة ما نقدروش نقعدوا هنا، تبقى البلوكات دي غرقانة مية. صوت البحر بقى وريحة اليود والروقان بتاع الصبح ده نعمة من نعم ربنا بصراحة، مع شوية الغيوم اللي في السما دول كمان يعني بيخلوا الجو حلو جدا. واحنا لسه اهو في انتظار شوية الشتاء اللي ما نزلوش لحد دلوقتي، مش عارفة ليه. خايفة بصراحة يبقى السنة دي زي السنة اللي فاتت، كان الشتاء قليل جدا جدا، المطر كان قليل جدا جدا في الشتاء، يعني ما شتتش مرتين تلاتة يعني في السنة زي ما احنا متعودين. لكن يلا عندنا امل ان شاء الله السنة دي يبقى الشتاء احسن كتير من السنة اللي فاتت. هنا جوه البحر كمان اهو في شوية اعمال برضو. المشكلة المكان اللي بيتقفل علشان فيه اعمال خلاص ما بيتفتحش تاني، بتلاقيه خلاص بقى بعد ما خلصوا الاعمال دي اللي بيقولوا عليها بتلاقي بقى في كافيه جديد بقى اتبنى في المكان او اتعمل في المكان ده، والبحر برضو اتقفلت الرؤية من ناحيته. المكان هنا مناسب جدا بقى لهواة الصيد والصيادين وكده، لان طبعا هنا البحر غويط، يعني هو مفيهوش شاطئ رملي والمية مش قريبة خالص، فبيبقى الصيد فيه يعني فرصة. لو لفت لكم بالكاميرا كده حواليا هتلاقوا فيه صيادين كتير وناس بتصطاد وكده. وقدام كمان في الفيديو هتشوفوا بقى سمكة طالعة على السنارة، كان شكلها جميل جدا. طبعا ما انا قاعدة بقى بتفرج على اللي بيصطادوا يعني. بصوا هنا بقى، بصوا قد ايه ناس بتصطاد الناحية دي. حاجة غريبة بقى لاحظتها النهاردة في البحر كده واحنا قاعدين، ان بعد ما قعدنا شوية كده والشمس طلعت ان البحر علا والموج زاد، مع ان المفروض بيحصل العكس. يعني لو الموج عالي قوي كده وقت الصبحية بيجي على الظهر كده يعني الدنيا بتهدى والبحر يعني بيهدى اكتر، لكن ده اللي حصل بقى العكس النهارده، ان اول ما جينا لقينا الدنيا هاديه والبحر هادي ومفيش موج عالي، دلوقتي حسيت بصوا الموج بيعلى ويزيد يعني على غير العاده بصراحه. خليكم مركزين مع السناره دي عشان دلوقتي في سمكه هتطلع. اشوفوا بقى الشمس طلعت ازاي دلوقتي والموج عالي. شوفوا السناره بقى،
شاء الله ما شاء الله. طلعت سمكة تقريبا سمكة بطاطا دي، صغيرة بس ما شاء الله، يعني ربنا يكرمه ويرزقه. بصوا قد ايه صيادين الناحية التانية. البحر والموج واليود. بصوا الموج عامل ازاي، واخدين بالكم؟ مكانش كده، سبحان الله. يمكن اليومين اللي جايين مثلا هيبقى فيه نوة ولا كده، بس لسه بدري برضو، احنا لسه يعني اول 11. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، استمتعتوا معايا برؤية البحر والتمشية على الكورنيش في اسكندرية الجميلة. ولو كنتم مهتمين باسكندرية وكل اخبار اسكندرية، اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.